القضية ديال مول الزرواطة اللي نزل من الطوموبيل، ضرب الشيفور ديال الكاميون، جا وكاو. الغريب في هاد القضية هادي هو التصريحات ديال الزوجة من بعد هذيك الضربة الخطيرة طبعا اللي شدتها الكاميرا. يعني داك السيد فين كان العقل ديالو فاش هز الزرواطة ونزل وضرب داك السيد وجابو الارض وتسمعات الضربه. شفت واحد الفيديو اليوم خوتي راه قاصح بزاف انك تشوفو تسمعات فيه الضربه. للاسف الشديد وان الصحافه فاش كتهضر مع هاد السيده اللي هي زوجه ديال يعني المتهم، الناس كيسموه المجرم، هي قالت لك ما تقولوش عليه المجرم، عقدتو ولادو. الكاميرا شداتو، ضرب السيد، طاح. يعني ديك الساعه الناس كاع اللي كانوا دايرين تما تجمعوا تما غادي يعتقدوا ان السيد مات. اذا هذيك راه جريمه. السيده قالت لك اسيدي ما تعلقوش، ما تظلموهش، هو انسان مزيان. بغات تعطينا الاسباب ديال هذيك الجريمه اللي اقترف. قالت لك اسيدي كانت راكبه حداه صاحبته وهي اللي غادي تكون عصباتو. وفي العنوان ديال الفيديو اللي شفت كاتبين بانها مطلقه. ما فهمتش، هو تيخرج تيخدم على وليداتو، مهلف وليداتو، سولوا عليه الجيران، الله يعمرها دار. ساعه صدقات كتهضر على صاحبته وصدقات كتهضر ومكتوب العنوان انها مطلقه. ما فهمت والو. كيبان لي هاد السيده بغات تبرأ هذاك الزوج اولا الزوج السابق لانه تيصرف على الدراري باش ما كان. ثم دازت قالت لكم علاش ملي كنتو كتصوروا ما نزلتوش باش تمنعوا ديك الجريمه؟ علاش ما نزلتوش؟ بمعنى كتحاول تحمل المسؤوليه لهذوك الناس اللي وثقوا الجريمه. الراجل قال لا، راه خرج من الطوموبيل مشى نيشان ضرب السيد جا هكا ومشى في حالته. يعني كان عارف راسو اش باغي يدير، كان عارف راسو. يعني ما تقلبيش على شي حد تسبيها فيه.